الاهلي بالعلامه الكامله وفي الصداره. الشوط الاول نار، لكن التاني لازم يتحط تحت المنظار. تاو عالمي وجاب هدف لكنه منحوس. جلاتنبرج يعلنها، الاهلي اتظلم في مباراه المحله. قرعه دوري الابطال وكلاكيت خامس مره صن داونز. هنتكلم عن الدوري المصري وصداره الاهلي لجدول الترتيب، وكمان قرعه دوري ابطال افريقيا في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة مع الباش لعيب. الأهلي عالمي جدا في الشوط الأولاني، وعلى غرار مباراة المحلة الأهلي بيقضي على الاتحاد في 30 دقيقة بهدفين لبرونو سافيو ولياسر إبراهيم. كولر ابتدى بطريقة لعب 4-2-3-1، لكن في الملعب كان طريقة اللعب مختلفة. الأهلي كان بيلعب 4-4-2 أو بمعنى أدق 4-2-2-2. بيبقى عندي 2 شادو سترايكر قدام، بيرسي تاو وبرونو سافيو، اللي بيتبدلوا مراكزهم مع بعض، واحد يسقط لتحت والتاني يطلع لقدام، أو واحد يخش على اليمين والتاني في العمق، ويبدلوا مع احمد عبد القادر تحديدا المراكز. الثلاثي ده كان بيبدل مراكزه مع بعض، وشفنا اكتر من كوره بيخش تاو هو اللي في العمق وبرونو سافيو تحتيه، او العكس برونو سافيو هو اللي بيخش في العمق ويبقى بيرسي تاو هو اللي تحتيه. كمان شفنا في كورة الهدف الاولاني دور مختلف عمله مارسيل كولر لبيرسي تاو، وهو الضغط على الخصم من الامام، وكده بيعوض كولر غياب حمدي فتحي ببيرسي تاو. هو كان بيضغط بحمدي فتحي من نص الملعب على الدفاع الخصم عشان خاطر يقدر ان هو يستخلص الكرة بسرعة. بدل الطريقة وخلى بيرسي تاو هو اللي يضغط من قدام بشراسة اعلى عشان خاطر يخطف الكرة او يسترد الكرة بسرعة. وهنا اختياره لبيرسي تاو كان موفق، اعتمادا على قوة بيرسي تاو في الضغط وكمان سرعته ومهارته اللي خلته يقدر ان هو يقطع الكورة بتاعت الهدف الاولاني ويعملها لاحمد عبد القادر، بعد كده ترجع لبيرسي تاو ويسجل الهدف الاولاني. هنا دور بيرسي تاو المحوري اللي عمله كولر في الشوط الاولاني. كمان عودة علي معلول مهمة جدا 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 في الجبهة اليسرى. وجود علي معلول خاصة في الكرات الثابته والعرضيات اللي بيعملها علي معلول، اللي بيتميز بيها طوال مسيرته مع الاهلي عشان خاطر يعمل الاسيست رقم 67 في مسيرته مع النادي الاهلي، ويساوي اللاعب رقم 19 عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي. ويسطر علي معلول تاريخ جديد ليه وللجبهه اليسرى في النادي الاهلي. لكن في حاجه مهمه جدا فرقت مع النادي الاهلي خاصه بعد الهدف الثاني، وهي اللي خلت الاتحاد يبقى اكتر شراسه في الملعب، وهي المساحه اللي موجوده ما بين خط النص وخط الدفاع، خاصه عمرو السوليه واليو ديانج، والمسافه البينيه اللي موجوده ما بين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. وهنا قدر يستغل احمد عادل ميسي وخالد الغندور المسافة دي في ان هو يحصل على ضربتين جزاء. ضربتين الجزاء بالكربون استغلال للمساحة دي، سواء ضربة الجزاء اللي قدر يصدها الشناوي في الشوط الاولاني اللي تسبب فيها ياسر ابراهيم بعد تدخله وعرقلة خالد الغندور، او الشوط الثاني وعرقلة محمد الشناوي نفسه لاحمد عادل ميسي لما انفرد بالمرمى. المساحة دي هي اللي خلت الاتحاد اشرس هجوميا في الدقايق الاخيره من الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني. لكن مارسيل كولر عشان خاطر هو قاعد بره شايف اللي بيحصل في الملعب، برضه دارس فرقته كويس وشايف ايه الخطوره اللي جايه على فرقته، بيعمل تبديلين مهمين جدا 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 في الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني، وهي نزول حمدي فتحي ومحمود متولي عشان خاطر يبتدي يسيطر على الكرة اكتر في الشق الدفاعي، وكمان يملأ الفراغ اللي موجود في نص الملعب خاصة ورا اليو ديانج بحمدي فتحي اللي صلب دفاعيا، وكمان بيقدر ان هو يرتد بسرعة في الهجمات المرتدة. وبعد نزول حمدي فتحي تقريبا ب3 أو 4 دقايق اتمنعت خالص خطورة الاتحاد. وكمان مدرب الاتحاد
حاول ان هو ينشط الفكره بتاعته ويستغل المساحه دي بان هو عمل تبديلين بنزول ابراهيم حسن وكريم الديب عشان خاطر يلعبوا في المكان ده، لكن وجود حمدي فتحي زي ما قلنا هو اللي منع اي خطوره في المساحه دي. كمان تبديله حسين الشحات فرقت كتير قوي مع الاهلي هجوميا. شفنا حسين الشحات في دقايق معدوده قدر ان هو يصنع فرصه انفراد لبيرسي تاو اللي اتصاب فيها، وهنا بقول انه لاعب منحوس رايح انفراد هو والجون وبيحاول يرقص الجون يتصاب، وغالبا هيبقى عنده شد في الخلفيه. والكره الثانيه اللي لعبها لمحمد مجدي قفشه وقدر ان هو يرقص الهاني سليمان ويصنع هدف لاكرم توفيق. حسين الشحات واضح انه استفاد كتير قوي من قعدته بره وابتدى يلعب جماعي اكتر من لعبه الفردي، وابتدى كمان يبان اهدى في الملعب، ما يبانش عصبي زي ما شفنا محمد مجدي قفشه عصبي وضيع اكتر من فرصه. عصبيته هي اللي خلته يضيع الفرص دي، ولولا ان هو الزاويه كانت مقفوله عليه في الهدف الثالث بتاع اكرم توفيق كان ممكن برضه يضيعها. انا مش عارف ليه بصراحه قفشه متضايق وزعلان، هو مستواه موحش بقاله اكتر من سنه وجماهير الاهلي صبرت عليه كتير جدا جدا جدا، وكلنا نتمنى ان نجم القضيه يرجع زي ما كان نجم الشباك في النادي الاهلي. انتصار الاهلي بثلاثيه نظيفه على الاتحاد ما يخليناش ننكر دور حارس الاهلي العظيم والسد المنيع محمد الشناوي بعد انتقادنا ليه في مباراة المحلة والاخطاء اللي عملها في مباراة المحلة، الا انه هو بيثبت انه حارس كبير وان الفريق الكبير لازم يبقى عنده حارس كبير. ومحمد الشناوي بيصالح جمهور الاهلي في ضربتين الجزاء اللي كانوا هيغيروا كتير نتيجة المباراة، حتى لو واحدة فيهم اتسجلت وكانت هتصعب المأمورية كتير جدا على لاعيبة النادي الاهلي، خاصة في الشوط الثاني اللي كانت حالتهم البدنية والذهنية غير جيدة. مبروك للنادي الاهلي الاستمرار على الصدارة، مبروك لكولر 10 على 10 10 مباريات ب10 انتصارات. لكن لو بصينا على مجموعات دوري ابطال افريقيا ومجموعة الاهلي الصعبة جدا جدا جدا، لازم مارسيل كولر وادارة النادي الاهلي تبتدي تفكر جديا في تعاقدات يناير وتستعد ليها بشكل جدي جدا جدا جدا. الاهلي محتاج لعيب في نص الملعب عشان خاطر يعوض غياب حمدي فتحي في الفترة اللي غابها. عمرو السولية متأثر كتير قوي قوي بالفترة اللي ابتعدها في نهاية الموسم اللي فات وأداؤه سيء جدا في الموسم ده. كمان الأهلي لازم برضو يدور على مهاجم، يبقى مهاجم صريح سترايكر واضح يقدر ان هو يخلص لك الفرص الصعبة. الأهلي بيلعب رغم ان هو عنده 3 مهاجمين سواء شادي حسين او محمد شريف او حسام حسن، بيلعب ببيرسي تاو وهو راس الحربة الصريح، وده معناه ان الاهلي بينقصه راس حربة، وكولر مش مقتنع بالثلاثة اللي قاعدين بره على الدكة. حتى لما حاول يشرك شادي حسين في مباراة الاتحاد اشركوا على الوينج الشمال بجنب علي معلول. قرعة دوري الابطال بقى كلاكيت 5 مرة صن داونز للمرة ال5 على التوالي يتحط في طريق النادي الاهلي. صن داونز للمرة الثانية على التوالي يبقى في مجموعة النادي الاهلي. مجموعة النادي الاهلي السنة دي فيها كلاكيت تاني مرة صن داونز والهلال، والفرقتين تحسنوا كتير جدا عن الموسم اللي فات، رغم ان صن داونز عنده 2 مدربين من المدربين الكبار في جنوب افريقيا، وكمان دارسين الاهلي كويس حتى مع وجود موسيماني اللي كان موجود في صن داونز وبعد ما مشي وراح درب النادي الاهلي. ال2 مدربين بتوع صن داونز قدروا ان هم يغلبوا موسيماني في الموسم اللي فات في دور المجموعات رايح جاي، ماتش القاهرة وماتش العودة في جنوب افريقيا، وكانت دي الهزيمة الاولى للاهلي بعد 35 انتصار في استاد القاهرة وعلى ارضه وسط جمهوره. فريق الهلال كمان مميز جدا السنة دي، خاصة بعد ما استخدموا مدير فني من المدربين الكبار في افريقيا، مدرب فيتا كلوب السابق الكونغولي فلوران إيبنجي.
فلوران إيبنجي درب فيتا كلاب قبل كده وقدر ان هو يفوز معاه ببطولة الدوري الكونغولي. مدرب كويس جدا، وقدر مع الهلال ان هو خلال 10 ماتشات يحقق 10 انتصارات. فهنشوف نسخة جديدة من الهلال السوداني غير اللي شفناها الموسم اللي فات. حتى القطن الكاميروني بيرجع بقوة لدوري الابطال افريقيا وكمان لدور المجموعات. القطن الكاميروني من الفرق العريقة جدا في افريقيا، ما ننساش ان الاهلي قدر ينتصر عليه سنة 2008 في الكاميرون. في الناحية التانية بقى الزمالك بيواجه غريمه التقليدي الترجي التونسي. الترجي التونسي حالته الفنية مش جيدة، حالته كمان البدنية مش جيدة. شفنا لعيبة كتير من الترجي مش في حالتها، خاصة محمد علي بن رمضان ومشاركته مع المنتخب التونسي في كاس العالم. محمد علي بن رمضان ما اشتركش غير شوط واحد بس قدام فرنسا، وما كانش اداؤه جيد لحد كبير زي ما كان المواسم اللي فاتت. لكن اللي بيوازن الكفه شويه في مجموعه الزمالك هو ان المريخ وشباب بلوزداد فرق اقل فنيا كتير من الترجي والزمالك، لكن الزمالك ما تضمنوش. الزمالك ممكن عادي يتغلب من شباب بلوزداد ويتغلب من المريخ في القاهرة، وممكن يطلع عادي من دور المجموعات. فمجموعة الزمالك بالنسبة للزمالك ممكن تبقى صعبة، لكن لو المجموعة دي الاهلي هو اللي كان فيها كانت هتبقى اسهل كتير بالنسبة للنادي الاهلي. في الكونفدرالية بيراميدز للموسم الثاني بيصطدم في فريق مصري معاه في المجموعة، سواء كان الموسم اللي فات كان معاه المصري، الموسم ده معاه فيوتشر. بس المختلف ان فيوتشر اقوى كتير من المصري، وفيوتشر اعتقد هيبقى مواجهته مع بيراميدز فيها مفاجآت كبيره، وممكن فيوتشر يقدر ان هو يعمل المعادله الصعبه ويغلب بيراميدز، خاصه بعد ادائه قدام الزمالك وعدم قدرته على فك الشفره الدفاعيه لنادي الزمالك في المباراه الاخيره في الدوري. يقدر فيوتشر بسهوله جدا يغلب بيراميدز رايح جاي، ويقدر يصعد لدور ال16 لاول مره في تاريخه. ختاما نتمناها ال11 على التيشيرت وقميص النادي الاهلي، ونتمنى العوده لدوري ابطال افريقيا والسعي مجددا للحصول على البطوله الثالثه على التوالي، ويبقى الاهلي يحقق الثلاثيه. يا رب الاهلي يبتديها بال11 واللي بعديها ال12 وال13، ويحقق الثلاثيه الغايبه عن الاهلي واللي اتظلم فيها الاهلي قبل كده مرتين، سواء كان 2008 العرجون او الموسم اللي فات مع الوداد المغربي في 2022. في نهاية حلقتنا ما تنسوش لو عجبتكم الحلقات مع الباش لعيب تدعمونا بشير ولايك للفيديو، وكمان سبسكرايب للقناة، واستنونا في حلقات جديدة في حب الاهلي مع الباش لعيب، والسلام عليكم.